والله احلى وصف اتقال على الماتش ده ان ريال مدريد كان بيلعب اتلتيكو مدريد واللي كسب هو برشلونه. سيميوني وانشيلوتي عملوا احلى واجب مع هانز فليك. لو كنت سالت اي واحد بيشجع برشلونه قبل الماتش ايه احسن سيناريو عايز تشوفه للماتش ده، كان هيقول لك ان الفرقتين يتعادلوا، وطبعا السيناريو مشي باحسن شكل. اتلتيكو مدريد جاب له جون في الشوط الاول ونام يا باشا على الجون بقى، وهو ده اللي حصل. سيميوني بقى رجع طبعا الفرقه كلها ورا وده فعلي بقى يا باشا، بس طبعا ريال مدريد سجلوا جون بدري وكان ممكن يجيبوا الثاني، بس خلاص احنا عارفين سيميوني لما بيقفل بيبقى كلح ازاي. فكلامنا النهارده هيكون عن ديربي مدريد بين اتلتيكو وبين ريال مدريد، فما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان نوصل القناه 1000 مشترك. هانت خلاص ويلا بينا كده نبدا الحلقه. طبعا بعيدا عن الفرحه اللي الواحد حاسس بيها بالتعادل اللي حصل ده، لانه اكتر حد اتخدم بالتعادل ده هو برشلونه طبعا، فانا كده متمزج ان شاء الله بس نكسب اشبيليه بكره، فانت كده خلاص بتقرب عن ريال مدريد بنقطتين واتلتيكو بنقطه، بترجع بقى شكل الدوري تاني والدوري ولع، الليجا ولعت، وهو ده الكلام اللي قلناه تقريبا من اسبوعين. انا عايز بقى افهم انت يا انشيلوتي بتعمل ايه يا جماعه؟ انشيلوتي مدرب جبان، مدرب جبان، وده لو مدرب فرقتي هيخنقني من الفرقه اصلا وهيخنقني من التشجيع وان اني اتفرج عن الفرقه. يعني انت عندك ابراهيم دياز في اخر ماتش في الكاس عمل لك قلق في الماتش، انت من البدايه ما بداتش بيه اصلا. يا عم سيبك، طبعا مش هتقدر انت بشخصيتك الجبانه دي مش هتقدر تقعد حد من الاربعه وتنزل ابراهيم دياز، بس ليه واحد زي ابراهيم دياز ينزل في الدقيقه 87؟ ليه في الدقيقه 87؟ مش فاهم. يعني انت منزله قبل الماتش ما يخلص ب3 دقايق يعمل ايه؟ متوقع منه يعمل لك ايه اصلا؟ بلينجهام اللي مضيع تقريبا كورتين ثلاثه، وفينيسيوس اللي طول الماتش كل تركيزه ان هو يبص للجماهير ويسقف لهم ويلا حمسونا شجعونا. طب انت بتعمل ايه اصلا يا فينيسيوس؟ فينيسيوس تقريبا ما فيش غير كوره او اتنين هو اللي عارف يعدي فيهم، غير كده ما بين بقى لورينتي او مولينا الاثنين كانوا واكلينه، غير انه كان في اوقات بتلاقيه دخل هو كمهاجم تاني مع مبابي، ودي كانت بتبقى نقطه ضعف للفرقه اصلا. فانت يا عم انشيلوتي شايف فينيسيوس طول الماتش مش عارف يعمل حاجه، شايف بلينجهام مش ماشيه معاه وعمال يضيع، ليه ما تنزلش ابراهيم دياز مكان واحد منهم من بدري؟ راح تطلع رودريجو يا راجل اتقي الله. رودريجو النهارده عمل ماتش من احسن ماتشاته مع ريال مدريد اخر فتره، وهو رودريجو اخر فتره اصلا هو اللي مقوم الفرقه كلها. فينيسيوس واقع، مبابي خد لاعب الشهر النهارده، بس برضه كلنا شايفين رودريجو والفرق اللي عامله، وخصوصا لما فينيسيوس كان غايب كنا شايفين رودريجو في الناحيه الشمال دي كان عامل ايه، كان مبدع. فانت سايب الاثنين الوحشين وراح تطلع رودريجو اللي هو تحسه بقى الغلبان اللي فيهم، اللي هو ده مش هيتكلم، طلعه فينيسيوس هيعمل لي مشاكل، وهو كده كده اصلا مش عايز يجدد بغير خناقته مع مودريتش فهيعمل لي مشاكل، ففكك من فينيسيوس سيبه في الملعب. وطبعا بلينجهام ما نقدرش نطلعه، طلع رودريجو. انشيلوتي جبان، انشيلوتي جبان، ده غير سيبايوس طبعا، سيبايوس اللي هو تقريبا بيقدم واحده من احسن مستويات عمره كلها. يعني ما افتكرش ان سيبايوس في وقت من الاوقات كان بيقدم الاداء اللي هو عامله حاليا مع ريال مدريد ده. كل كراته الطوليه ناجحه، مراوغات ناجحه، تدخلات ناجحه، صنع فرصه كبيره للتسجيل، كل اللي هو عمله ده وراح تطلعه هو وتسيب بلينجهام او فالفيردي حتى في الملعب، اللي هو بالمناسبه من اول ما انت ما طلعته تقريبا وبقى بيطرح عليك بمرتدات كتيره جدا، ولولا ان لعيبه اتلتيكو مدريد ما كانتش بتتعامل احسن حاجه مع المرتدات كان زمانك خسران الماتش ده. انت الماتش ده حرفيا كان بيطرح عليك بكور، يعني احنا هنلاقي كورتوا ما شالش حاجه، بس لعيبه اتلتيكو نفسهم قراراتهم ما كانتش بتبقى احسن حاجه. فانت بالنسبه لك برضو نتيجه التعادل دي يعني مش ظالمه خالص، لا اتلتيكو كانت بتروح بس كانوا بيبوظوا الدنيا. وهنتكلم عن الناحيه الثانيه عن اوبلاك طبعا، عشان حد هيجي دلوقتي يقول لي ما احنا كمان كنا بنروح، تمام، بس هنسيب حته اوبلاك دي شويه، احنا خلينا دلوقتي في انشيلوتي وفي تبديلاته الغريبه اللي كان بيعملها. يا سيدي فاسكيز اللي في اول تلت ساعه تقريبا عمل غلطه، يعني كان ممكن تلاقي اتلتيكو مدريد متقدم من اول تلت ساعه عادي جدا، بس لينو لعبها طويله لجريزمان، كان ممكن بسبب الغلطه دي اتلتيكو يركب الماتش من بدري اصلا، بدري اكتر من الجون اللي جابوه. فانت ليه فاسكيز اصلا بيلعب لحد دلوقتي؟ ليه ما بتلعبش فالفيردي مكانه؟ بيلعب في مكانه وبيعمل اداء احسن منه 100 مره سواء دفاعيا او سواء بزياداته الهجوميه، وما بيغلطش غلطات فاسكيز الكارثيه. فانت من اول التشكيل بقى لحد التبديلات اللي عملتها حاجات غريبه. فانشيلوتي بصراحه زي ما قلنا ده لو مدرب فريق انا هتخنق من اللي بيعمله، الفرقه شكلها وحش، مدرب شخصيته جبانه، خايف من اللعيبه الكبيره في الفرقه. وعايز اتكلم على حاجه كمان برضو، اسينسيو، راؤول اسينسيو المدافع اللي انت مش راضي تلعبه، كنت بتلعب عليه تشاوميني جنب روديجير. انت يا جماعه اللي شافوا الماتش انتوا اكيد شفتوا اسينسيو النهارده عمل ايه. اسينسيو النهارده كان مرعب، الواد كميه مرتدات كانت بتبوظ من اتلتيكو مدريد بسببه، ده غير ان هو قوي جدا، يعني بيخش يديك الكتف، لا الواد قوي بدنيا، دخل 5 التحامات تقريبا، 3 على الارض و2 في الهواء، كسب ال5، عمل استخلاصين ناجحين ورفع 3 كور طوليه تقريبا، ال3 كانوا صح بنسبه دقه 100%. ده غير طبعا السرعه اللي اتكلمنا عليها اللي كانت بتبوظ معظم مرتدات اتلتيكو اللي هم اصلا كانوا بيعتمدوا عليها. فراؤول اسينسيو ماتش ورا الثاني بيثبت ان انشيلوتي
غلطان 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 في ان هو ما كانش بيلعبه، وان انشيلوتي بيلعبه دلوقتي لمجرد ان ألابا مصاب، روديجير مصاب، وميليتاو مصاب. ونيجي بقى لاوبلاك. اوبلاك يا جماعه ماتش، يعني احنا معظمنا ما بيشوفش ماتشات اتلتيكو مدريد تقريبا غير في ماتشات كبيره زي برشلونه، ريال مدريد، ماتش كبير في دوري الابطال، غير كده ما بنشوفش. اوبلاك في ماتش النهارده ده بقى حسسني ان ده اوبلاك بتاع زمان. اوبلاك فعلا النهارده عمل 8 تصديات، شال من امبابي، شال من بلينجهام، شال من فينيسيوس، شال من رودريجو، شال من فاسكيز، شال كور، كميه كور رهيبه. ريال مدريد حرفيا النهارده لو قلنا ان هو كان بيلاعب شخص واحد فهو كان بيلاعب اوبلاك. اوبلاك النهارده كان وحش في الجون. فزي ما قلنا ان ريال مدريد كان ممكن يطلع خسران من الماتش ده، نفس الكلام اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد كان ممكن لولا اوبلاك الماتش ده يسحب منه 2 3 4. وخلينا بقى نتكلم عن الديربي عموما النهارده. انا كواحد النهارده بتفرج ما بشجعش حد من الفرقتين، انا بصراحه الماتش عجبني. طبعا جمهور ريال مدريد ممكن يكون مش عاجبه الماتش بسبب ان هم استفزوا من المدرب ومن معظم اللعيبه. نفس الكلام الناحيه الثانيه، اتلتيكو ممكن يكون جماهيرهم مش عاجبهم الماتش عشان كانوا عايزين يكسبوا. انما احنا بنتكلم كواحد مشجع ما بيشجعش حد من الاثنين، الماتش كان ممتع جدا لينا. وحاجه كمان عايز اتكلم عليها برضو، ابن سيميوني. ابن سيميوني ده يعني ما فيش اي مبرر لان هو بيلعب اساسي في اتلتيكو مدريد غير ان هو ابن سيميوني فعلا. ده باللي انا شفته النهارده، ما اعرفش هو قبل كده حلو ولا لا، بس باللي انا شفته النهارده لا، لاعب يعني مش في مستوى اتلتيكو مدريد، وبان جدا في ارض الملعب كان بيضيع حاجات غريبه وما بيعرفش يتصرف في الكرة تحت ضغط. ففي النهايه زي ما قلنا ماتش كان ممتع، ماتش اكبر المستفيدين منه الحمد لله برشلونه. اتمنى بس برشلونه تنزل بكره تكسب فعلا، لان ماتش اشبيليه بره ارضك ده هيبقى ماتش رخم. لو برشلونه كسبت بكره استنوا بقى 15 جوله من الليجا نار، ما بين بقى ريال مدريد، ما بين اتلتيكو، ما بين برشلونه. الترتيب تقريبا حاليا 50 49، برشلونه 45. برشلونه تكسب هيبقى 50 49 48. ده غير بقى ان لسه في كلاسيكو، ده غير ان لسه في برشلونه واتلتيكو مدريد. فلا الدوري الاسباني السنه دي مدينا متعه رهيبه جدا، عكس الدوري الانجليزي اللي احنا فقدنا فيه الامل خلاص ان ليفربول طالع بالدوري وشارخ قوي. فالدوري الاسباني السنه دي مولع، وخصوصا الايام دي، وصعب تتوقع ايه اللي هيحصل فيه. يعني انت تقريبا في اول 10 15 جوله كنا بنقول برشلونه هي اللي فايقه، من بعد كده لقينا برشلونه وقعت، ريال مدريد ركب شويه، ريال مدريد وقع شويه، اتلتيكو ركب شويه، بعد كده لقينا ريال مدريد رجع ركب الدوري عادي جدا. ودلوقتي حاليا بنلاقي ان خلاص ريال مدريد خساره في تعادل وقعوه تاني، وهيطلعوا اتلتيكو مدريد وبرشلونه عليه. ده غير طبعا ان ريال مدريد هيلعب ماتشين اضافيين عن برشلونه بتوع مانشستر سيتي، فريال مدريد داخل على مدعكه. على الناحيه الثانيه برشلونه مريح بسبب صعوده من اول 8 في دوري الابطال، وها مستني كده ريال مدريد يوقع بقى نقط، وعم فليك قاعد لهم كده مستني اي وقع عشان يطلع بقى يركب. وان شاء الله برشلونه لو ركبت المره دي لا، فليك هيظبط الفرقه وباذن الله ما ننزلش تاني. وبس كده، ده كان كلامنا النهارده عن ديربي مدريد ما بين ريال مدريد وما بين اتلتيكو، والاستفاده اللي استفادتها برشلونه من ماتش النهارده. فلو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه عشان نوصل القناه 1000 مشترك. وبس كده، نتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.